سلام، مرحبا بكم في قناة يونس. جيتكم اليوم بتحلية كريمة المحروقة. تجي خفيفة، مقادير مضبوطة وسهلة وسريعة، ربي نكملوها. المقادير سما بسيطة. شوف، تجي هايلة، تحلية خفيفة، تجي من فوق مقرمشة ومن داخل تجي بزاف خفيفة. ديولي جا من الفيديو، نبداو المقادير مع بعضنا. عندي لهنا كاس كريمة، كاس حليب، نصف كاس سكر حبيبات، وملعقة كبيرة فاني، وعندي 3 صفار بيض. هذا هما المقادير تاع الكريمه كريم فريش لازم تكون تاع الحلويات، ما ديروش تاع الطبخ باش ما تجيكمش الكريمه تاعكم خفيفه. نديروا الحليب والكريمه جوست يسخنوا يغليو، مع يغليو بعد نحيوهم. نحطوا 3 صفار بيض، ونحطوا نصف كاس تاع السكر والملعقه تاع الفاني، ونخلطوهم مليح حتى يتبدل اللون تاعهم هكا اصفر، حتى يتبدل يولي ابيض. في نفس الوقت الكريمه تاعنا والحليب يسخنوا جوست برك يوليو يغليو، بعد نحيوهم باش نفرغوهم مع البيض والسكر. كتروا الفاني باش ما تجيكمش الريحه تاع صفار البيض. انا درت ملعقه كبيره بومبي. الفاني درت الميزان، تجي فيها ريحه هايله. بعد ما بيض الخليط تاعنا نفرغوا دركا الكريمه والحليب ونخلطوهم هكا بشويه حتى يتجانسوا. خلطوا غير بشويه باه يتجانس الخليط كامل. نجيبوا السنيوه تاعنا، سنيوه تكون شويه عاليه باش نفرغوا فيها من بعد الماء. درك نعمروا الخليط تاعنا، عمروا كيما تحبوا، درك حسب افراد العائله. انا درت لي هكا 4 معمرين. نجيبوا قلت لكم السنيوه اللي تدخل لنا الفرن تكون شويه عاليه، ونسخنوا الماء لازم يكون سخون مليح، ونعمروا نصف السنيوه وندخلوهم للفرن. من بعد ما طابونا قلنا حتى ينشفوا بان نحيوهم لدرجه 150 حوالي 45 حتى ل 50 دقيقه، كل وحده والفور تاعها. المهم الدرجه ديروا 150 باش ما يتحرقوا لكمش وينشفوا بشويه. حطوهم في الثلاجه 6 ساعات كي يبردوا مليح باش نديروا السكر البني هذا. بعد ما ينشفوا لنا، تنشف الكريمه مليح في الفرن، نحطوها في الثلاجه 6 ساعات. كي تبرد لنا مليح نجبدوها ونحطوا السكر البني هذا ونحرقوه من فوق باش تجينا من داخل كريمي، ومن فوق تجي سما فيها القرمشه. هو السكر البني نحطوا حوالي ملعقه ولا 2، ونقعدوا هكا نحرقوا فيها حتى نشوفوها من فوق دارت القرمشه. انا جاتني 4 سما، درك كل وحده دير المقادير على حسب افراد العائله تاعها. هم تجي من داخل كريمي، ومن فوق تجي من فوق تجي القرمشه. قلت لكم وصفه خفيفه وسهله، ربي نكملوها. خليوها باك تبرد مليح في الثلاجه حوالي 6 ساعات. انا ما درتش فيها الملعقه باسكو عيد حنديرها في عيد ميلاد زوجي، سي بورسا خليتها هكا. ان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم وتجربوها. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام.